ده هيبقى الفيديو التاني بتاع الاسئله. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات انا هصور بره يعني كل فيديو اسئله وكده. بس المره دي المشوار هيبقى بعيد شويه. يعني المره اللي فاتت كان تقريبا مواصلتين او حاجه. المره ده هيبقى سفر. هروح مكان بعيد شويه. السفر 5 ساعات تقريبا. فطبعا هحتاج بقى اخد هدوم معايا والشواحن بقى، شاحن البطاريه والمايك والترايبود والشنط والحوارات دي كلها. دعولي علشان المشوار صعب جدا، بس بصراحه الموضوع يستحق. يعني المكان جميل جدا، متحمس جدا. وبس دلوقتي هجهز الحاجه بقى وكده. هحاول برضه اخدكم معايا على قد ما اقدر وانا ماشي في الطريق. فبس يلا بينا. خرجت من البيت لسه خارج حالا. الترايبود والشنطة تقال جدا. زي ما قلت لكم انا يعني هقعد هناك يومين يعني واخد هدوم معايا وكده. برضه حاجة عاوز اقولها لكم، طبعا مشوار طويل فالفيلوج هيبقى طويل لو انا صورت يعني زي المرة اللي فاتت او كده. فهحاول اقصر فيلوج على قد ما اقدر عشان يعني متزهقوش وكده. هيبقى ازاي بقى؟ هيبقى طول ما انا رايح في الطريق كل مواصله اركبها اقول لكم ان انا رايح المكان الفلاني، وده هيبقى الطريق في الفيديو. انا حاليا رايح اركب مواصله صغيره كده هايبر 1. اركب بقى من هناك مواصله طويله لرمسيس مثلا او حته توديني مكان عموم يعني اركب منه المكان اللي انا رايحه. طبعا ما انتوش سامعين حاجه علشان الدوشه وكده، بس انا وصلت على البولد وهقعد شويه ارتاح كده واروح اجيب اكل لاني ما لقيتش في رمسيس. بعدين اوسخ مكان في العالم. Call it what you wanna call it, I'm a fucking alcoholic. بعد 4 ساعات في العربية. أنا حاليا في شربين 4 ساعات يا جماعة في العربية عشان أوصل شربين. بس أيا كان أنا هركب بقى دلوقتي مواصلة للمكان اللي أنا رايحه. مواصلة حوالي مثلا نص ساعة كمان. واخيرا يا جماعه وصلت البيت او المكان يعني اللي انا هقعد فيه شويه اللي انا هصور فيهم. 5 ساعات سفر يا جماعه، 5 ساعات او ازيد كمان. والله انا خارج من اكتوبر من البيت يعني فرنج 1 أو 1:30 كده. واصل هنا تقريبا الساعه 6:15 بالظبط. الساعه دلوقتي 6:30 تقريبا، ما لي ربع ساعه واصل. طيب انا دلوقتي هدخل بقى اكل وشويه كده وهنام علشان اصحى بكره الصبح. ان شاء الله اروح بقى المكان اللي انا هصور فيه وكده. ربنا يسهل، ادعولي انا متحمس جدا والله. فبس اشوفكم بكره بقى. انا حاليا وصلت المكان اللي انا هصور فيه. بس قدامي يعني شويه. لسه شويه على ما اوصل المكان اللي انا هصور فيه بالظبط يعني. فاتمشى بقى شويه كده. الجو يعني جميل النهارده، مش حر قوي ولا برد قوي. اشوفكم هناك بقى. انا حاليا في المكان اللي انا هصور فيه، بس الجيش قال لك مش هينفع تصور مش عارف ايه، ومحتاج تصريح يعني منهم وكده. الجنب ده كده كله مش هينفع اصور فيه اي حاجه عشان عمارات جيش ومش عارف ايه وبتاع. طبعا رحت بقى عملت تصريح.
قلت له مليان ليا قناه بقى ومش عارف ايه وكده، فقال لي هات البطاقه وسيدي تعمل بقى تصريح وورق ومش عارف ايه، وبعد كده بتدخل بقى تصور. ما تصورش المناطق بتاع الجيش دي خالص. بعد ما تخلص بقى خالص تبدا توري لهم الصور اللي انت صورتها كلها، علشان يعني يعرف بقى انت صورت صور الجيش ولا لا. ما يعرفوش بقى ان انا ممكن انقل الصور على الموبايل او على الهارد ديسك اللي معايا من على الكاميرا عادي جدا، واخدها واعين الهارد ديسك وعادي اعمل اي حاجه. عايز اقول لكم احنا قد ايه حظنا جميل جدا. اول ما ثبت الترايبود وبدأ اصور الدنيا زي ما انتم شايفين كده عماله تشتي. بس الموضوع جميل جدا بصراحه، انا حابب الحوار ده. الجو مش برد قوي بس الدنيا بتشتي كتير يعني. لكن زي ما انتم شايفين الفيو هنا جامد قوي قوي. متحمس جدا جدا. ان شاء الله استنى الشتاء، بس هو تقريبا خالص يعني معاش الشتاء اهو، حاجات بسيطه جدا. فانا هستناه يخلص كده خالص، بعد كده اثبت عشان طبعا الكاميرا ما ينفعش تبقى في الميه وكده. يلا شوفوا بقى في التصوير. طيب انا مش عارف بصراحه الجو هيبقى عندكم ازاي، برضو نفس الكلام زي المره اللي فاتت، بس انا حاولت على قد ما اقدر يعني ان انا اظبط الهوا يعني، واشوف مكان الهوا فيه مش قوي يعني. المهم خلينا بسرعه على طول لان الدنيا شكلها هتشتي، فانا هحاول ان انا انجز. طيب مبدئيا انا عاوز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين طبعا علشان السنه الجديده وكده. ده ان شاء الله هيكون اخر فيديو في السنه دي. السنه كويسه والله عليا وكده. الدنيا بتشتي. طب اقف يا اسطى بالله عليك ان هو بعيد عن الكاميرا. لا ما تقفلش. طيب شكل الدنيا بتشتي اصلا، فانا لو الدنيا شتت هفصل وابدا تصوير من تاني او هبدا الفيديو تاني، يعني هكمل الفيديو على حسب بقى. طيب انا هبدا بالاسئله اللي عندي على البيج على الفيس. خلينا نبدا باول سؤال، هيكون من محمد بيشو. بيقول لو سمحت موبايل في حدود 5000 جنيه يكون كاميرا محترمه وبصمه وما بيسخنش سخونه مفرطه، او بطاريه في حدود 3000 جنيه وبشحن سريع، والشاشه توصل حجمها من 5.5 ل 5.2 انش. بص يا محمد، انا بنصحك بصراحه في رينج 5000 جنيه هيكون افضل موبايل الشاومي مي ميكس. لكن ده طبعا الشاشه بتاعته 6 بوصه. فانصحك لو هتجيب حاجه ب 5000 جنيه تبقى تجيب مستعمل بقى يعني، لان الجديد هيبقى صعب قوي ان انت تلاقي حاجه ب 5000 جنيه كويسه. هتجيب مثلا الواو بي 9 مستعمل، هتلاقيه في الرينج ده. الموبايل كويس جدا طبعا، الشاشه برضو كويسه والتصميم كويس. فهم دول بصراحه الخيارين اللي قدامك. خلينا نخش على السؤال اللي بعده على طول لان الجو شكله هيشتي يعني. السؤال اللي بعده من احمد تي رضوان. طبعا الدنيا هتشتي فانا هضطر ان انا اوقف التصوير، معلش وارجع لكم تاني. طيب يا جماعه انا حاولت على قد ما اقدر ان انا انجز يعني في الموضوع. طبعا الدنيا لسه يعني يعتبر بتشتي، بس انا غالبا هصور بقى عشان الدنيا كده هتضلم. انا جاوبت على السؤال الاول. السؤال الثاني هيبقى من احمد تي رضوان. هو بيقول لي عموما كنت عايز اقول لك اني متابعك وانت بسم الله ما شاء الله عليك استمر. حبيبي يا احمد ربنا يكرمك. بيقول لي المهم كنت عاوز اسال على لينوفو A7010. بيقول لي ايه مميزاته وعيوبه وايه رايك فيه. بص يا احمد، ال A7010 اللي هو الكي 4 نوت موبايل كويس جدا من رايي، لكن عيبه المعالج. شغاله معالج ميديا تك. لكن لو انت حابه وعاوز تجيبه فانا انصحك تجيب اللي هو النسخه 3 جيجا رام مع 32 جيجا، لان انا بصراحه ما انصحش اي حد يشتري موبايل اقل من 32 جيجا ذاكره. لكن ككل الموبايل كويس. الكاميرا مش هتقدم معاك الاداء الخرافي برضو. وجود فينجر برينت في الموبايل. بطاريه الموبايل 3300 ملي امبر، برضو بطاريه كويسه. لكن طبعا الشاشه الريزولوشن بتاعها عالي فول اتش دي، فلحد ما ممكن يديك مثلا في حدود من 4 ساعات ل 4 ساعات ونص سكرين اون تايم، يعني كويس. لكن ايا كان الموبايل ككل كويس. مش عارف سعره بصراحه كام اليومين دول لان طبعا الاسعار مش ثابته في مصر. طيب يا ريت يا احمد اكون يعني قدرت ان انا اجاوب عليك بشكل كويس. المهم ايا كان. السؤال اللي بعده من مؤمن الكينج. مؤمن بيقول لي انا عندي سؤال. انا رحت شفت المايك على شمس ستورز لقيته ب 1200 جنيه، فانا كنت عايز استفسر مش انا ممكن ازود شويه واجيب البلو ياتي، ولا البلو ياتي اغلى منه بكتير؟ وكنت عايز اعرف برضو نوع الكاميرا وبرنامج المونتاج اللي انت بتستخدمه. وانا بصراحه عايز افتح قناه على اليوتيوب، بس انا عندي 13 سنه وعايز افتح قناه تقنيه. هل انت موافق على كده ولا لا؟ واتمنى لك التوفيق وشكرا واسف على التطويل.
حبيبي يا مؤمن، شكرا على التشجيع. يعني جاوب عليك الاول بالنسبه للزوم اتش 1. الزوم اتش 1 بصراحه من احسن المايكات اللي ممكن تشتريها بسعره ده. وانا بصراحه بفضله عن البلو ياتي، ولو عايز تعرف عنه اكتر هسيب لك الريفيو الكامل في الاي اللي هتظهر على اليمين. لكن هو من رايي احسن من البلو ياتي، لان طبعا بقدر اتحرك بيه في اماكن وكده. لولا المايك ده ما كنتش قدرت اصور دلوقتي اصلا، فبنصحك تشتريه بصراحه. هو سعره دلوقتي تقريبا على فكره رفع، ما عادش ب 1200 ولا ب 1400 كمان زي ما انا شاريه، هو بيتهيألي رفع عن 1400 بس برضه اتاكد. بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو ان انت عاوز تفتح قناه تقنيه وانت عندك 13 سنه، فطبعا مش تفرق في السن نهائي. المهم انت تكون حابب المجال، وطبعا ان انت تقدم محتوى كويس يفرق عن ناس تانية، يعني تبقى متميز بحاجه، ما تبقاش انت زي اي حد يعني. لكن موضوع السن ملوش اي علاقه. وبصراحه انصحك لو انت هتبدا قناه تستنى، ما تجيبش مايكات، ابدا باللي معاك، يعني ابدا بالموبايل سجل بيه وصور بيه. لما تلاقي الموضوع جايب يعني وشغال كويس والناس يعني حابه الموضوع، ابدا بقى طور في القناه وكده، وهات اضواء وهات كاميرا وهات مايك وكده. دي نصيحتي بصراحه. المهم السؤال اللي بعده من عماد. ده انا بصراحه يا جماعه عاوز اقول لكم ان عماد برضو من اكبر الداعمين ليا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، ما شاء الله. اشكرك جدا يا عماد حبيبي. بيقول لي عبد الله الصراحه ادائك الجديد جامد جدا، استمر انا متابعك. حبيبي يا عماد. بيقول لي كنت عاوز اسالك فانتوم 6 بلس ولا شاومي مي ميكس، انهي احسن؟ مش مهم السعر، المهم الاداء في الكاميرا الخلفيه والاماميه والالعاب والاداء كله ما عدا البطاريه. اكيد شاومي احلى في سعر 4850 جنيه. طيب انا بصراحه افضلك الشاومي مي ميكس، بعيد عن الشاشه كبيره شويه 6 بوصه، فممكن ما تلاقيمش يعني كل الناس. هو طبعا هيكون يعني الموبايلين في الاداء وفي الكاميرا متقاربين جدا، لكن اللي بيميز الشاومي مي ميكس بصراحه هيكون السوفت وير اللي عليه. السوفت وير بتاع شاومي بصراحه بفضله عن السوفت وير بتاع تكنو. واداؤه في البطاريه طبعا هيكون افضل. في الالعاب برضو الاداء هيكون مقارب، لكن الشاومي مي ميكس هيكون برضو احسن لان شغال بمعالج افضل يعني. اما بالنسبه بقى للكاميرات فبرضو ما تتوقعش الاداء الخرافي من الكاميرتين، لان شاومي بصراحه يعني قليله شويه بالنسبه للكاميرات، ما هيش اللي هي اعلى حاجه، وبرضو التكنو مش اللي هي اعلى حاجه في الكاميرات، لكن ايا كان الكاميرات هتأدي معاك اداء كويس يعني. ده كان سؤال عماد. اتمنى يا عماد ان انا اكون يعني قدرت ان انا اقارن لك بين الموبايل. السؤال اللي بعده هيكون من اسامه غوات. بيقول لي اخي اريد نصيحتك، انا اشتريت ال جي 3 ولقيت انه بيسخن كتير ساعه لما باجي العب او استعمل النت، هل استبدله بجي ار 5 او بي 9 لايت؟ ايه الافضل؟ طبعا ال جي 3 احسن في رايي من الجي ار 5 والبي 9 لايت، لكن لو انت مش حابه بصراحه فانصحك تبدله بالبي 9 لايت، هيكون افضل من الجي ار 5. السؤال اللي بعده من عبده زين. بيقول لي في ناس كتير بتقول ان اللينوفو فايب بي 1 بيضرب بورده، هو الكلام ده صحيح؟ ارجو الرد عشان الموبايل طلع بيعمل كده فعلا، مش هيبقى بديل حلو ليه. طيب يا عبدو، انا بصراحه اللينوفو بي 1 موبايل كويس جدا جدا. لو تلاحظ في الفيديو الاخير اللي انا عملته كنت مرشحه بقوه جدا في الفئه السعريه بتاعته، لانه تقريبا احسن موبايل في الفئه السعريه دي. لكن حته بقى ان البورده بتضرب والجو ده، فانا بصراحه مش عارف، انا ما جربتوش، لكن على ما اظن ان مفيش حاجه من دي، يعني ممكن دي اشاعات مثلا على الموبايل، لكن هتاكد برضو وابعت لك على الانبوكس. طيب السؤال اللي بعده هيكون من امة الله عبد العزيز. بتقول لي انا محتاجه ضروري موبايل في حدود 2000 جنيه او 2400، بس للاسف محتاجاه يكون تصفح النت وبرامج السوشيال ميديا، والكاميرا حلوه، مش شرط تكون ملائمه لاحتراف التصوير قوي، لكن تكون حلوه. طيب انا برضو هسيب لكم يا جماعه لينك الفيديو، انا مرشح فيه موبايلات كتير في فئات سعريه تحت ال 3500 جنيه. هتشوفوا في افضل موبايلات انا مرشحها في الفئات دي، فانا اكون مرشح في الفئه دي اللينوفو كي 5 بلس، موبايل كويس جدا، هيشتغل معاك تصفح السوشيال ميديا عادي برضو، والكاميرا كويسه، مش هتديك الاداء الخرافي لكن الكاميرا لحد ما كويسه، لكن الكاميرا الاماميه سيئه جدا، يعني قبل ما تشتريه مش هتأدي معاك الاداء الجميل يعني ولا المتوسط حتى، لكن هو ده انسب موبايل في السعر ده بصراحه ككل يعني. طيب خلينا نخش بقى على اسئله اليوتيوب شويه. طيب اول سؤال على اليوتيوب هيكون من عبد العزيز. بيقول لي شكرا يا متميز، وعندي سؤال. انا الان معايا النوت 3 وناوي اشتري جهاز جديد، ومحتار بين 3 اجهزه، الميت 9 والميت 8 والون بلس 3. طيب يا عبد العزيز، انا لو انت معاك الفلوس اللي تشتري بيها الواوي ميت 9 انصحك تشتريه طبعا، لكن بنصحك برضو ممكن تشتري الون بلس 3 تي، هيكون امكانياته اعلى من الميت 9 وسعره تقريبا ارخص بكتير،
فده رايي بصراحه. طيب السؤال اللي بعده هيكون من محمد. طبعا اسمه هيظهر على الشاشه دلوقتي، هو مش اسم الاكونت مش محمد، لكن انا كلمته وعرفت اسمه الحقيقي لان مش صراحه مش عارف انطق الاسم ده. محمد بيقول لي انا كنت عاوز اسال سؤال مهم ويا ريت تجاوب عليه في فيديو الاسئله. جاوبت عليه يا محمد اهو. بيقول لي ايه افضل موبايل في سعر 1000 جنيه الى 2000 جنيه، وشكرا على فيديوهاتك الجميله وما تنساش تجاوب عليه في فيديو الاسئله. احسن موبايل في سعر 1000 جنيه ل 2000 جنيه يكون الهواوي واي 6. الموبايل ده فعلا كويس جدا، هيديك اداء بطاريه كويس وشاشه كويسه وكاميرا الى حد ما كويسه، مش هتديك الاداء الخرافي، لكن بصراحه هو ده افضل موبايل من رايي في الفئه دي. طيب نيجي ايه ده عشان ما كيف لسه فيها قد ايه انجز. طيب السؤال اللي بعده على اليوتيوب من محمد بشير، بيقول لي لو سمحت موبايل في حدود 5000 جنيه ويكون كاميرا محترمه وبصمه وما بيسخنش سخونه مفرطه طيب يا محمد انت كده سالت السؤال ده برضو على البيتش وانا جاوبت عليه. فيا جماعه يا ريت اللي يسال السؤال على البيتش يساله على البيتش بس او على اليوتيوب بس، لان انا بختار من الاثنين يعني. السؤال اللي بعده من احمد خالد، بيقول لي منين اجيب ون بلس اكس في مصر ولو من بره الجمارك هتكون عامله ازاي؟ بص يا احمد، هو ون بلس اكس حاليا مش متاح في مصر واصلا مش نازل رسميا في مصر، يعني ايا كان الموبايل بيكون في عروض كده على سوق او على جوميا، بيجي فترات كده لكن هو مش ثابت، فمش عارف هو حاليا هيكون موجود ولا لا في الوقت اللي انا بكلمك فيه. لكن هو لما بيبقى موجود بيبقى فرنج مثلا من 4000 جنيه مثلا او اقل حاجه بسيطه، وطبعا سعره غالي جدا كده. فانت هتضطر طبعا تجيبه من بره، برضه هيبقى سعره غالي لان الدولار طبعا زاد جدا، فبنصحك تجيبه من السعوديه، ده هيكون انسب اختيار ليك حاليا. هيكون سعره تقريبا في حدود ال 800 ريال، فتجيبه تشحنه من سوق وتبعته مع اي حد نازل، ده رايي بصراحه. طيب السؤال اللي بعده من عبد الله، بيقول لي ممكن حسابك على تويتر والسناب شات؟ طيب يا عبد الله انا بصراحه ما عنديش سناب شات لكن عندي تويتر، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت. ما برتاحش بصراحه للسناب شات قوي، او هو عموما مش منتشر في مصر قوي، فبحاول ان انا اركز على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب بشكل اكبر يعني. السؤال اللي بعده من احمد عبد الباسط، بيقول لي طيب اللي عاوز يشتري تليفون في حدود 6000 جنيه هواوي بي 9 ولا شاومي مي 5 ولا ون بلس 3؟ طيب هو بصراحه من رايي هيكون الون بلس 3، لكن لو انت عاوز كاميرا احترافيه وشاشه احسن هيكون البي 9. الشاومي مي 5 هيديك اداء كويس جدا لانه شغال بمعالج سناب دراجون هو والون بلس 3، لكن البي 9 ما هيكونش شغال بمعالج سناب دراجون، فانا بصراحه في المقارنه دي برشح لك الون بلس 3، ده رايي. طيب اظن كده بقى بنكتفي بهذا القدر من الاسئله لان الجو برد جدا والدنيا شكلها هتشتي تاني، مش عاوز اللي انا ما جاوبتش على اساله يزعل، لان انا ان شاء الله في الفيديو الجاي هجاوب عليه، مش شرط يعني ان لما يسال سؤال اجاوب عليه في فيديو الاسئله اللي بعده على طول. بالنسبه للي فاز المره اللي فاتت لما انا كنت على الجبل وقلت اللي هيقول المكان ده هقول اسمه في الحلقه الجايه، هو محمد البيلي جاوب الاجابه الصحيحه دقيقه، يعني في ناس تانية جاوبت لكن الاجابه ما كانتش دقيقه قوي. هو قال لي ان ده مطلع ال 16 على الشيخ زايد جنب جيم عبد الودود، فعلا هو ده المكان يعني انا كنت فيه. لكن احب اقول لك يا محمد ان مفيش جوائز ولا حاجه مجرد ان انا بقول اسمك بس. طيب في اخر الفيديو بصراحه كانت مغامره جميله جدا، وان شاء الله كل فيديو اسئله هيكون في مكان مختلف، مش هعمله في المكان اللي انا بصور فيه يعني. طبعا عندي قطه عادي ما فيهاش طبعا. اللايك بقى والسبسكرايب والحاجات دي ما عادتش اختياري طبعا، اللي انتوا شايفين يعني جاي وشتاء وبتاع ومتغرق ميه وعمال احارب يعني، فطبعا الحاجات دي ما عادتش اختياري، ده لازم يا جماعه. وبقول لكم طبعا في اخر الفيديو كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، وان ده هيكون اخر فيديو في السنه دي. ما تنسوش برضو تعملوا لايك على البيج الفيس بتاعتي، هسيب لكم الرابط في الديسكربشن تحت. وبس بشكر كل اللي شاف الفيديو للاخر، سلام. Oh my God!